السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة مهمة جدا ما بين نادي بيراميدز ونادي الزمالك على استاد الدفاع الجوي. المباراة دي طبعا على أرض نادي بيراميدز. انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. التعادل دوت طبعا في صالح المتصدر وهو النادي الاهلي، لانه كده بيحافظ على فارق النقاط ما بينه وما بين نادي بيراميدز اللي هو في المركز الثاني. لان المباراه طبعا اللي فاتت ما بين النادي الاهلي ونادي الداخليه، الاهلي فقد نقطتين بعد ما اتعادل 1-1 في مباراه الداخليه. نادي الزمالك طبعا داخل هذا اللقاء وفي غيابات كتيرة، والنادي بيراميدز برضو كان عنده غيابات، ولكن نادي الزمالك غياباته صعبة. النهارده ابتدى نادي الزمالك بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى. خط الظهر محمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وحمزة المسلوسي. كان بيلعب بثلاثة في نص الملعب: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف رؤى وسيف جعفر، واتنين قصادهم أحمد سيد زيزو في الطرف اليمين ومصطفى شلبي في الطرف الشمال، وفي مركز رأس حربة الصريح سيف الجزيري. أما تشكيل نادي بيراميدز فكان مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى. خط الظهر مكون من محمد حمدي وعلي جابر وأسامة جلال وأحمد فتحي. ثلاثة في نص الملعب: بلاتي توريه ومصطفى فتحي ومحمود دونجا. وكان بيلعب اتنين تحت رؤوس الحربة: عبد الله السعيد ومحمود صابر، ورأس الحربة الصريح هو فخر الدين بن يوسف. اللقاء كان يعني عاوزين نقول، مش عايز اقول متوسط المستوى لان هو تحت متوسط المستوى، لان الشوط الاولاني كان جيد للفرقتين، لكن الشوط الثاني كان من اسوأ الاشواط اللي شفناها باستثناء اخر 5 دقائق او اخر 4 دقائق، اللي هم ال4 دقائق الوقت بدل الضايع اللي احتسبهم حكمنا محمد عادل. اللقاء ابتدى بمحاولات من الفرقتين، ولكن يعني ايه التفنيش قدام الجول ما كانش موجود، يعني ما كناش شايفين حد يقدر يخلص الهجمات ديت ويقدر ان هو يجيب هدف. يعني واحنا قاعدين كده بنتفرج على الماتش نقدر نقول ان الماتش ده شكله كده هينتهي تعادل، او اللي هيجيب جول مش هيقدر يعوض، يعني فرقة تانية مش هتقدر تعوض. لكن كان من الشكل العام ان الماتش متوسط المستوى او تحت متوسط المستوى. فضل اللقاء ماشي زي ما قلت لحضراتكم لحد نهايه المباراه، حتى جاءت الدقيقه 90 ابتدى يضغط نادي بيراميدز بقوه. يمكن ضيع كورتين في الدقيقه 93 محمد حمدي بيشوط كوره من بره منطقه الجزاء صاروخ على يمين محمد صبحي، صدها وتطلع كورنر. وراها على طول تيجي كرة تانية برضو بتضيع من قدام الجول لفخر الدين بن يوسف، كانت كرة خطر جدا كان ممكن يقتل بيها اللقاء. وانتهى بعدها اللقاء بالتعادل السلبي بدون اهداف. طلع مستر فريرا في المؤتمر الصحفي وقال ان المباراة كانت جيدة مع منافس طبعا كبير. قال عندنا طبعا مشكلة في انهاء الهجمات، وقال معظم اللاعبين عندهم أزمة ثقة على الرغم من ان هم كانوا هم دول نفس التشكيل اللي كسب بيه الزمالك بطولة الدوري الموسم الماضي. قال ان طبعا ان طالما اللاعبين دول هم اللي احنا اخدنا بيهم الدوري الموسم الماضي، فاذا دي هتبقى أزمة وهتعدي. اتسأل على الصفقات الجديدة، قال مش من السهل ان انا اشرك الصفقات الجديدة مرة واحدة، خصوصا ان انا بحاول ان انا احافظ على القوام الرئيسي لفريق نادي الزمالك. وقال عن اللعيبة الجديدة دي لازم تاخد ثقة المباريات عشان نبتدي نطعم بيهم الفترة الجاية الفريق. نتنقل الى جدول الدوري بعد هذا اللقاء.
اصبح النادي الاهلي لا يزال في متصدر منفردا بالمقدمه برصيد 41 نقطه بس من 17 مباراه، ونادي بيراميدز 39 نقطه ولكن من 20 مباراه. نادي فيوتشر في المركز الثالث 39 نقطه من 20 مباراه. نادي الاتحاد السكندري 36 نقطه من 20 مباراه. نادي الزمالك 33 نقطه من 19 مباراه. يعني الفارق ما بين الاهلي وبيراميدز نقطتين، ولكن في الاهلي ليه 3 مباريات اقل، لو فاز بيهم هيوسع الفارق ل 11 نقطه. نتنقل الى موضوع اخر او مباراه اخرى كانت موجوده النهارده، ولكن المباراه دي كانت في دوري ابطال افريقيا. كانت ما بين الوداد البيضاوي ونادي فيتا كلوب، وانتهت بفوز نادي الوداد 1-0 بهدف لاعب نادي الزمالك السابق محمد أوناج. اللقاء كان جميل، اللقاء كان طبعا تقريبا وان سايد جيم لصالح نادي الوداد. بهذه النتيجة أصبح نادي الوداد متصدر مجموعته برصيد 6 نقاط من 3 مباريات. يليه نادي بيترو أتليكو برصيد 4 نقاط من 3 مباريات. يليه في المركز الثالث شبيبة القبائل برصيد 4 نقاط من 3 مباريات. ثم فيتا كلوب برصيد 3 نقاط من 3 مباريات. نتنقل إلى مباراة أخرى وهي مباراة اليوم. النهاردة في مباراة مهمة جدا ما بين الأهلي والقطن الكاميروني. المباراة دي هتتقام في على استاد السلام الساعة 6 بتوقيت القاهرة. المباراة دي مهمة جدا 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 للنادي الأهلي. النادي الأهلي لازم يفوز بهذه المباراة لأن ترتيب المجموعة صعب جدا. يعني عندنا سان داونز مركز أول برصيد 7 نقط من 3 مباريات. نادي الهلال 6 نقط من 3 مباريات من المركز الثاني. نادي الاهلي مركز ثالث رصيد نقطه واحده من مباراتين. نادي القطن الكاميروني 0 نقاط من مباراتين. دلوقتي النادي الاهلي لو فاز ان شاء الله النهارده يبقى كده النادي الاهلي هيرتفع رصيده الى 4 نقاط، ويبقى ما هو برده ما حصلش نادي الهلال ولا حصل نادي سان داونز المتصدر. ولكن بيحاول النادي الاهلي لابد ان يفوز اليوم، او بمعنى اصح الاهلي لازم يفوز النهارده، ولازم يفوز مباراه قادمه مع سان داونز، ولازم يفوز مباراه الهلال، ولازم يفوز مباراه القطن الكاميروني. لابد مباراه كؤوس. خلاص الاهلي ما عندوش حاجه يبكي عليها، ما عندوش غير لازم يكسب جميع المباريات علشان يتاهل. ده عشان يبقى موضوع في اقدامه، ولكن طبعا في حسابات اخرى، ولكن دي مش تبقى بقى في ايده الموضوع ده. فبالتالي النهارده النادي الاهلي لابد ان يفوز على نادي القطن الكاميروني. اللقاء ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت القاهره. عندنا مباراتين اخرتين النهارده هنتفرج عليهم او هنتابعهم وهنعلق عليهم ان شاء الله في فيديو جديد. مباراه الاولى ما بين المان سيتي ونيوكاسل ونادي الارسنال وبورتسموث. طبعا مباراتين في الدوري الانجليزي مهم جدا. الفرق ما بين الارسنال ومان سيتي اصبح دلوقتي 5 نقاط. اللقاء الاول مان سيتي ونيوكاسل الساعه 2:30 بتوقيت القاهره، واللقاء الاخر ما بين الارسنال وبورتسموث الساعه 5. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده. نلقاكم في حلقه قادمه من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.